بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ووجودكم دايما على راسي، ما نحرمش منكم أبدا يا رب. يلا بينا ندعي لبعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشفي كل مريض وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم، قولوا آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى بيوتكم وعلى أسركم وعلى كل حبايبكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ده كان قبل الوقفه، لا هو اساسا دخلت روتين الوقفه، بس الكفته دي بالذات يعني كانت قبل الوقفه. انا بس نزلت الكفته مع الفيديو علشان كنت مصورها لوحدها، يعني لاني كنت بشتغل في البيت وكده، وقلت بقى اما اعمل الكفته قبل الوقفه بيوم تبقى جاهزه. بس دي مش الكفته اللي انا كنت عاملاها معاكم اللي هي بتاعت العاديه بتاعتنا يعني، لا دي كفته رز عاديه، كفته الرز العاديه، كفته رز ولحمه اللي هتتعمل بصلصه. بس انا مش هطبخها يوم العيد برضو، كان عملتها وسبتها في التلاجة، لان ان شاء الله كده كده مسافرين يوم العيد، فانا مش هعمل اكل كتير، مش هعمل غير رز وشرب بس. والكفته بتاعتنا اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده اساسا عندي، انا عاملاها وحطاها في الفريزر ومحمرها وكله، هتشوفوها في الفيديو بتاع العيد. تمام. هنا كنت غاسله هو كيلو اللحمه على 2 كيلو رز، انا حاطه له 2 كيلو رز عادي، هتنفع وتبقى زي في بقى اللي ربنا مقدرهم بيعملوا كيلو اللحمه على كيلو رز، برضك براحتك، لكم مطلق الحريه وكله بيمشي. وحطيت قرنين فلفل ايا كان بقى حامي بارد، حطيت بصلتين، حطيت شويه اقوله مثلا راس توم صغيره، حطيت الخضره بقى زي ما انت عايزاه خضره قوي، عايزاه مش خضره قوي براحتك. احط بقى البهارات، حطي، انا كان عندي بهارات كفته حطيتها، وهحط ملح، احط 7 بهارات اهي دي بهارات الكفته، دي كفتة الحاتي يعني، فانا حطيت البهارات عادي هتنفع وتبقى زي الفل برضو. المهم هنا حطيت البهارات وحطيت الملح وحطيت بابريكا، احط 7 بهارات وحبة قرفة كده ينعنشوا الكفتة كده ويخلوها ايه فل فل فل. ايوه شاطرة يا بنتي نور. هنا دي كمان شوية فلفل اسمر كده عشان اللحمة، وهنا دول شوية القرفة، انا بعشق القرفة في الاكل اهو. الله عليك يا عم بخ. المهم ده شويه شطه برضك عشان يشطشطوا الكفته. هنا بقى خلاص هاخدها عند بيت ابويا، عندهم مفرمه بالكهرباء من اللي هي الكبيره يعني، بدل ما نطلع المفرمه العاديه بقى ونقعد نهد في قلبنا يعني، ما احناش ناقصين هدة حيل، كفايه هدة الحيل اللي احنا شفناها في البيت، الله المستعان. يا شقيانه يعني، الحمد لله اللهم لك الحمد. هحط عليها ايه؟ احط على نص كيس مكرونه، مش عايزه تحطيه ما تحطوش، عندك مكرونه عندك شعريه حطيها، بتمسك الكفته كده وبتخلي النشا بتاعها جامد، فاهمني؟ وكده كده المكرونه بتدي مطه للكفته كده يعني، بتخليها حلوه وخلاص. حطيت هنا كمان شويه نص يعني، هي دي معلقه شاي، معلقه هرسه شطه. تمام. عايزه برضك تحطها حطها، ما تحطهاش براحتك يا جماعه. الاكل دون ما هوش فرض على حد، ولا البهارات فرض على حد، اللي بتحبوا حطوه، اللي ما بتحبوش ما تحطوش. وهي جيت يا ولاد فرمت الكفته زي ما قلت لكم، انتوا شايفينها ان هي طريه، لا احطها في التلاجة بس نص ساعه كده 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 بتشد، لانها رز يعني، ورز يعني نشا. اصلا كان ورايا شغلانه يعني، فهخلصها وبعدين ارجع تاني للقفته. هنرجع للقفته بتاعتنا. حطيناها في التلاجة وقولوا مثلا نص ساعة تقريبا كده، واخدتها وقعدت قدام التلفزيون بتاعي، تلفزيوني حبيبي، على الترابيزة، وقعدنا نصبعه بقى، صبعه صغننة، صبعه كبيرة، صبعه الشكل عايزينها مدورة، عايزينها مبططة، اعملي العبي بقى في الكفتة زي ما انت عايزة يعني، لك مطلق الحر، كفتتك وانت حرة فيها. هنا بس هصبع معاكم كام صباع كده، على فكره هي رفيعه بس هي اللي في الكاميرا جايه كبيره يعني. المهم زي ما انتم شايفين كده، جبت شويه زيت، ذكريات مع الكفته دي والله العظيم، الله يرحمك يا ستي، كنا نعمل لها طشت كفته وهي تقعد تصبع فيه بقى يعني طول النهار يوم الوقفه بقى. يلا الحمد لله. امي بقى والله ربنا يديها الصحه وطولة العمر يعني، برضو بتعمل كده دلوقتي، ربنا يخلي الكل يا رب اللهم امين. المهم رهف قالت لي انا هرسلك الكفته يا ماما واعملها لك ورده، قلت لها كيف امك لف وخليها ورده ولا اي مشكله، لف حبيبه قلبي مام. المهم بقى جبنا شويه زيت حلوين كده غزيرين زي ما بيقولوا، كنت غسله حله الزيت ومنضفاها والله ومخليها فوق شمعه منوره، وجبنا زيت نظيف وحطينا الكفته اهو، وهنحمر وبعد ما نحمر وتبرد نحطها في الكيس ونحطها في الفريزر. بس كده ادي الكفته اهي، خلصت ولا اي فكره يا جماعه ولا اي حاجه خالص. جبت مصفى وتحتها صينيه صغيره كده عشان لو نقطه زيت ولا حاجه برضو تكون مصفيه الزيت اللي فيها، وفله زي الفل. انتوا عارفين ان انا بحب الفل، فحياتنا كلها ان شاء الله هتبقى فل. ادعوا لنا بصالح الحال، اللهم امين يا رب العالمين في ايام المفترجه دي. الحمد لله. هنحط دور كمان وكده خلصنا الكفته تعتبر يعني، خلاص بقى هنا احمرها وبعد ما تبرد احطها في اكياس واحطها في الفريزر وخلاص كده. اليوم ده خلص يا عم حزنبل، يلا على اليوم التاني ونشوف يوم الوقفه.
هنا اقول لكم مسا مسا على الناس الكويسه. ده كان تاني يوم، ده اللي هو يوم الوقفه. يعني كل سنه وانتم طيبين. كنا صايمين. اول حاجه عشان ما تعبكوشي وما لقكوشي كنت نقع الترمس، وكنت هنعمل محشي كوسه وبرنجان، وطلعنا البطه اللذيذه الجميله المبطبطه دي. قلنا بقى احنا صايمين بقى ونعمل سفره رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين بقى، ونفكرهم بالصيام بقى والذي مضى. قلت يا بنتي قومي يا بنتي شدي حيلك، صايمه صايمه مش مشكله، هينوبك صواب. المهم عملت الصلصه زي ما انتم شايفين بتاعه المحشي، وانا عملت المحشي معاكم 100 مره قبل كده. ومسكت قورت الكوسه والبرنجان، كانت البطه فكت وبقت زي الفل. حطت لها ميه تتسلق، انا مش هشوحها اليومين، انا جربت السليق وجربت التشويح، عجبني شوربه السليق وعجبني السليق. انا هسيبها تغلي، وبعد ما تغلي هشيل الريمه اللي عليها، اكون جهزت لها حاجتها، ونقوم شايلين الريمه وحاطين الحاجه بتاعتها، تبقى البطه نضيفه وزي الفل. اهو جبتش انا حاجه من عندي، جبت حاجه من عندي. وبعدين بطتنا نضيفه ومتربيه على ايدينا ومغسوله على ايدينا، فالست نضيفه وزي الفل. يعني احنا ضامنين نظافتها، يعني لا مشت على حل شعرها ولا مشت كده ولا كده. ايوه بطشينا واحنا ادرى بيه. نسمي الله ونحط الطماطم بتاعتنا والحبهان والورق اللوري والكباب الصيني وشويه فلفل اسمر، وعيشي حياتك يا اختي، عيشي حياتك يا اختي في حله الشوربه دي. كنت انا هنا بقى كنت طلعت لبن عشان اعمل شويه مهلبيات، وغسلت الرز وغسلت البرنجان والكوسه حلو، وحطيتهم في مصفى يصفهم. كنت خرطت الخضر. انا بجيب لكم مقتطفات لان اليوم كان طويل بشكل لا تتخيلوا. انا لحد الفطار والله مش انا اللي حطيته، ولاد اللي حطوه، لان انا كنت اساسا مش فاضيه، وجيت على اخر النهار كده حصلت ظروف فما قدرتش بجد. المهم حطيت حطيت يا بنتي نوره، حطيت كزبره، حطيت كمون، حطيت بابريكا، حطيت 7 بهارات، وحطيت الملح بتاعنا، وقلب قلب قلب شقلب شقلب شقلب. حط الصلصه واللي انتوا شايفينها في الطبق الازرق دون. ربنا يجعل ايامكم كلها حاجات حلوه كده. دي قلب الكوسه عشان احطها تحت المحشي في الحله. هنا بقى قلبنا بقى البهارات في الخضره في الرز، نجيب عليهم بقى حله الصلصه اللذيذه الجميله اللي بتقولي اقلبيني يا بت. قلبناها ونقلب قلب 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 اهو. بنلحس لاخر قطره في الحله، اخر قطره في الحله. اللهم لك الحمد حمدا طيبا يا الله. قولوا الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله فضل ونعم. هنا المهم يعني زي ما انتم شايفين قلب 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 زي ما انتم شايفين اهو. قلبت يا عم الحاج. هروح بقى والله ما قادره يا ولاد، الدنيا حر والمطبخ نار الله المقدر. قمت واخده حاجتي وعدتي وادواتي وقعدت على طبلياتي. ما فيش حد نافعني غير طبلياتي. حد ينفعني؟ حد يقول لي انت فين؟ حد يقول لي بتعملي ايه وليا؟ ما حدش قايل لي حاجه. اقعدي يا بنتي كده سلي نفسك واستغفري ربنا، والتسجيل شغال ولبيك اللهم لبيك شغال. وعلى المحطة بتاعة القرآن، وجايبين لنا من السعودية بقى، عمالين نسمع الناس ونسمع الأحاديث. واللهم لك الحمد دائما وأبدا، وجعله عيد سعيد عليكم وعلى بيوتكم وعلى أسركم، اللهم أمين، وعلى كل حبايبكم يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين بقى انا هحشي البرنجان تحت وهحشي الكوسه، وهم قررين 2 فلفل خساره، الفلفل غالي والنبي. الكوسه شفت لها يوم يا ولاد ب20 جنيه. الله بقول له ما تسيبوش ولا سنتوفه كوسايه. المهم حشيت المحشي وركنته، كان لسه بدري. حشيت المحشي حوالي الساعه 2، وكان اساسا المغرب اذن الساعه 8. قلت على الساعه 4 5 كده كنا ولعت على المحشي. طلعت شويه اللبن كانوا جايين لنا. المهم قولوا مثلا ما اعرفش هم قد ايه عشان ما اكذبش يعني. حطيت 6 معالق نشا، حطيت معلقه كبيره بتاع اسمه كريم شانتيه، وقلبتهم على بعض كده. ولما اللبن غلي حطيت السكر، والسكر حسب الرغبه بقى. هو المفروض يعني مثلا لو كيلو لبن حط له نص مج سكر يعني، بس احنا ما بنحبش السكر كتير بصراحه. فحط السكر اللي انت عايزاه، حط سكر على اللبن ودقيق عادي يعني. هيقول لك لا والله ما انا هبقى حلو، براحتك. وقمنا حاطين النشا. سبحان الله هم جم بالظبط، لا اكتر ولا اقل. حطي يا بنت، حطي حبيبتي، حطي يا ماما، وخلاص خلاص. ايوه بس كده خلصت المهلبيه. بس هتبكبك بكتين عشان النشا تكون مستويه وطعمها حلو. خلصنا شفتوا المهلبيه بكبك. طفي بنتي، طفي يا حبيبتي، كفايه كده خلاص اهو. طفيت. جبت بقى نقطتين فانيليا كده، عايزه سايبه عايزه بودر براحتك، حطي اللي عندك والموجود عندك والمتاح عندك حطيه، ما متاحش ما تحطيش. المهم هنا زي ما انتم شايفين خلاويص. هنا زي ما انتم شايفين اهو عملنا المهلبي. الله عليك يا عم بخ اهو. يلا خلاويص، يلا ننقل على حاجه تانية. هنا بقى كنت هعمل لهم جلاش، صوابع جلاش كده تاكلوها حيف.
ما هي بتتاكل حافيه بتتغمس. ما تدقوش عليا بقى، احنا كنا صايمين والدنيا حر ومفرهضه. معلش بقى لو المروحه جايه صوتها في الفيديو، لان مش قادره اصور من غير مروحه بجد، الجو نار. المهم حطيت سوداني وحطيت زبيب وحطيت جوز الهند، وانا عندي الشربات ده اساسا من رمضان، والله العظيم من رمضان. ما تبصي يا نور، لا ما تبص، حطيه في التلاجة وافضل عندك سنه سنه. عايزه اقول لكم ان انا عملت اكبر صينيه جلاش، يعني صينيه كبيره كانت عندي كبيره عملتها والله العظيم، وفات كمان شربات. وحطيت شويه قرفه كده على الخلطه. يا سيدي يا سيدي، عايزه اقول لكم انتوا تاكلوا الجلاش دي والله العظيم ولكنه جاي من اجدع محل. هتشوفوا دلوقتي، هتشوفوا بعينيكم، محدش هيقول لكم، بس انا ما سويتوش ولا عملته، انا لفيته بس معاكم كده وجبته لكم في الاخر. هتشوفوه في اخر الفيديو، خليكم لاخر الفيديو وانتوا تشوفوه. زي ما قلت لكم لان اليوم كان معايا صعب والحمد لله عدى على خير، وده اهم حاجه. اللهم لك الحمد دائما وابدا يا رب العالمين. هنا زي ما انت شايف على طبليتي برضو، كانوا قلت لكم ما حدش نفعني غير طبليتي، نقعد على طبليتنا ونشوف احنا هنعمل ايه. البتاع دي كان لسه ماسك كده شويه، فكنت بحرص ان انا افتحها بالراحه يعني. المهم جبنا الخلطه وجبنا الصينيه. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي كبيره، انت في الحقيقه كبيره يعني بصراحه. وهناخد ورقتين على بعض، شوفي خدي ورقتين على، ولا بنجيب سمنه ولا بندهن ولا بنليط الدنيا ولا اي حاجه خالص خالص. السمنه هتحطها في الاخر وهيطلع معاكي احلى جلاش كلتيه في حياتك. المهم عايزه تعملي بقى بالشكل اللي انت عايزاه براحتك، عايزه تعملي مثلثات، عايزه تعملي صوابع زي ما انا هعمل، اللي تحبيه. المهم هتاخدي شويه زي ما انا واخدت كده ونفرد بالطول كده. تتني الورقه، هما 2 ورقتين، وتتني الورقه 3/4 تانية مش بالنص، يعني ربع الورقه كده، وبعدين لفي بقى، لفي ورص لفي ورص. وبعدين بعد ما الف وارص اقوم مقطعاه الحجم اللي انت عايزاه. وبعدين بقى اقوم جايبه السمنه ورشها عليها من فوق، رشه ماسكه السمنه دهن بقى، رشه على سيحها كده، واقوم رشه على الجلاش كله. وبعدين احطها في الفرن، ولما تطلع هنزقها شربات عادي. بس هو ده الجلاش، ما فيش اسهل من كده بصراحه. جربوا الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي وهتدعوا لي اقسم بالله هتاكلوا جلاش. اللي بحط على الخلطه شربات ليه او عسل نحل ليه؟ علشان ما تقعش، تفضل الجلاشيه محتفظه بالخلطه بتاعتها، لا تقع في الصينيه، ولما حد يجي ياكلها تقع ولا اي حاجه خالص. تفضل الخلطه عندك ثابته في قلب الجلاشيه. هنا بقى كنت طبخت، دي كان المغرب ساعه الفطار، عملنا سلطه والشوربه والبطه والحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله فضل ونعم. هنا اهو زي ما انتم شايفين كده كده خلاص. انا اسفه جايلي رساله. وده بعد الفطار. عايزه اقول لكم ان المطبخ كان شكله استغفر الله العظيم يا رب، ما حبيتش افاجئكم اكتر من كده يعني. المهم انتوا شفتوه هو وسخ وهتشوفوه هو نظيف. عايزه اقول لكم ان البيت ده اتنكت من فوق لتحت اكتر من 2.5 في المطبخ، 3، احسبوا زي ما انتوا عايزين كده. اقسم لكم بالله انا نجرت المطبخ ده، ما اعرفش انا كنت بعمل ايه. كل حاجه في اتغسلت واتنضفت واتلمع، اني كنت غسلاها ومنضفاها، والله ما سبت حاجه يا ولاد يا ولاد. حتى الفوطه هي نقعتها وقلت بقى الصبح، لانها كنت عايزه تنقع شويه. الترمس اتسلق اهو. تسلم ايديكي بتشينرو، كل سنه وانت طيب. قولوا لي كل سنه وانت طيب. الرخامات بتاعه المعالق دي كلها اتغسلت بالمعالق بكله. البوتاجاز بقى وغيرت الاستيكر بتاع رمضان، وشلت الحاجات بتاعه رمضان اللي على المطبخ، ومسحت الظرف. عايزه اقول لكم الجلاش بقى، الله عليك يا عم بخ. شفتوا الصبع؟ انا نفسي، عارفه ان انتوا نفسكم تاخدوا صبع جلاش دلوقتي، اللي بيحب الجلاش تعالوا خدوا، والله ما هحوش عنكم يا وليه. البرطمانات دي كلها اتمسحت، الرف، التربو، الدولاب في المطبخ اتغسلت، مش اتمسحت الترابيزه، كل ما تتخيلوا. التلاجة اكيد كده انا غسلها من جوه وغسلتها من بره. سقف المطبخ اتنضف كله. الصاله بقى اتغسلت بالخرطوم والبيبان دي اللي انتوا شايفينها دي، والكنبه اتنضف واتظبط، والدنيا الله على ريحه النظافه يا ولاد. يلا بقى نخش الاوضه او اوضه الاستقبال. احنا كان زمان عندنا بنقول عليها المنظره او المضيف، يعني كانت ناس مثلا بتقول مضيفه او المنظره. الوقت بقى قلنا بنقول عليها ليفينج. تعالوا شوفوا الليفينج بتاعنا يا جماعه. ده الليفينج بتاعنا بعد ما فرشناه، مسكنا الركن غسلناها كده ونضفناها، وركبنا الستاره اللذيذه الجميله دي، والنبي ادت شكل كده يا ولاد ومنظر. وغسلنا المخدات دي كلها، وكنا غسلين الكفر اللي على الركن اكيد يعني، ما احنا في عيد، وغسلين المروحه ومسحين الحيطان وهلم جر، والحافظه دي كانت مغسوله والترابيزه ممسوحه. انا بقول لكم يعني على الخطه اللي انا عملتها. والبنات ما اتحرمش منهم يا رب كده، رصوا الشوكولاته. تسلم ايديكم يا ولاد، كل سنه وانتم طيبين.
وهنا رصوا بقى البتاعه بتاعت الشوكولاته دي، والاوضه بقت فله شمعه منوره، والتلفزيون اتمسح، وكل حاجه اتمسحت واتنضفت. هل احنا خدنا حاجه من كده غير هدة الحال؟ كل سنه وانتم طيبين. اتمنى بقى تقولوا كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش اختكم في كلمه حلوه وطيبه تترد لكم بالمثل. والسلام عليكم ورحمه الله.